اللعب بالكرة وهي رياضة الآن أصبحت عالمية في كل الدول، ولها قوانين ولها ضوابط ولها ممارسات، وعظم أمرها عند الناس تعظيما فاق الحد. وكان لليهود يد في ذلك، لأن في بعض مخططات اليهود قالوا أشغلوا الشباب بالكرة والفن والموسيقى. أيضا في قضية لعب الكرة إذا كانت فيها مخالفات للشريعة ككشف العورة أو بعض العورة، أو مثلا يترتب عليها إغار الصدور، وخاصة في المنافسات التي تكون بين اللاعبين أو بين المشجعين، أحيانا تحصل طلاقات في البيوت بسبب الكرة، ويحصل فرقة ويحصل عداوات ويحصل على ماذا؟ فهذا كله من الأشياء التي هي إثر شغل اليهود الناس بمثل هذه الأشياء. ومن الأمور التي حصلت يعني وهي من آثار تعلق القلوب بالكرة والتشجيع، أصبح مفهوم الفوز عند كثير من الشباب عندما يقال فاز وخسر لا يرتبط في ذهنه إلا بالكرة، ولا يأتي في ذهنه ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز المبين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه المعاني من الفوز لا يعرج عليها ولا يقف عندها ولا يفكر في مضامينها ولا يتطلع لتحقيقها. الفوز عنده انصرف إلى هذا المعنى. فالشاهد أن هذا كله من التجاوزات والتعديات والإسراف الذي وقع فيه كثير من الناس في هذا الباب.